انا معلش، انا والله ما عارفه ارتب الكلام اللي كنت ناوي اقوله لحضرتك. معلش ولا يهمك، قولي براحتك. انا متجوزه من يجي 15 سنه كده. طيب. جوزي توفى من 4 شهور. ايوه. كنت عايشه معاه احلى سنين حياتي. طيب الله يرحمه. الله يرحمه. انا ربنا ما اردش، ما انجبتش يعني منه. ايوه. هو كان له بنتين وولد. من زوجة طلقت ولا ماتت؟ لا، هي كانت طلقت من اكتر من 10 سنين واتجوزت غيره وتوفت من 2 سنين. الله يرحمها يا رب. الله يرحمها. بعد ما توفت البنت جت عاشت عندي طبعا. هو الواد من البدايه من يجي 12 سنه الولد عندي. كويس. الولد حاليا يعني موظف وكان هيتجوز. بسم الله ما شاء الله. بس فربنا يعلم انا كنت اعمل معاهم ايه. كويس. فبعد ما توفى ابوهم ايوه اتحدوا عليا هم وعمتهم وعمهم. خلوني في العزا بتاع ابوهم في البلد. روحت بيتي لقيتهم فاتحين اوضتي. طبعا. واخدين كل اللي فيها. ايوه. ولما بعاتب عمتهم بقول لها يعني ما يصحش، كان المفروض يستنوني لما اجي. ايوه. قالت لي ده حاجه ابوهم وهم حرين فيها. ثاني يوم جه عمهم وقعد معايا. وانت اللي عايزاه يا سحر ونريح الامور. قلت له ماشي اللي انتوا عايزينه. كويس. فالمرحوم كان عنده شقه تمليك غير الشقه اللي احنا قاعدين فيها. ايوه. قال لي ايه رايك عايزينك تتنازلي عن الشقه دي لابني. قلت له ماشي وانا ما عنديش مانع اتنازل له، بس ريحوني. قال لي هنريحك. انت عايزه ايه؟ قلت له سيبوني عايشه في الشقه اللي انا فيها دي واقفل عليها حاجتي واللي انتوا عايزينه، لو عليا فلوس اديكم لو ليا اخد. راح الواد قال لا احنا هنبيع الشقه ومحدش له حاجه. بس المهم حتى من ضمن كنت جايبه له يعني هديه انا من الحج معايا، ربنا اعني وهو اللي حججنا الله يرحمه. امين يا رب. يكرمه. وكان راجل مفيش ولا لاقي في الدنيا زيه. ايوه. المهم فاتفقنا ان احنا الشقه اللي تتباع انا اخدها واستقر فيها. ايوه. ثاني يوم لقيت اخته جايه تطردني وتقول لي امشي من هنا، انت ما خلفتيش. قال لي قعدك في بيت اخويا. انت ما انجبتيش ومالكيش خلفه، ما فيكيش تقعدي في بيت اخويا. حتى لو انجبتي صدقيني. المهم فطردوني. طبعا انا ما خدتش كل حقي، ما ادونيش غير اوضه نومي، هدومي بقيت المها في اكياس الزباله. مشيت من الشقه. حاليا لا انا خدت حقي من حقوقي ولا هم راعوا ربنا فيا ولا سابوني. من بعد 20 يوم حضرتك طلعوني من بيتي. انا كنت بشتغل وكل شقايه في بيتي. اشكرك يا سحر عشان عندنا فاصل. سحر 4 شهور يعني ما وفتش عده لسه، لان 4 اشهر و10 ايام. من 20 يوم بتقول طردوها. ابوهم بتشكر فيه الله يرحمه، فهم اتحدوا عليها. والراجل عنده شقتين. لما نقول يا دين بقى اللي هو ابوس ايادي الخل، يا رب نفهم الدين. ايه الحل شرعا؟ الراجل مات، هو له ولدين ولا ولد وبنت، المهم له ذكر. اللي له ذكر ده هيمنع اخواته. يعني العمه مش هتورث ولا العم هيورث، لان في ذكر للمرحوم ان شاء الله يكون ابن يومين 2 بيقول واء بس ذكر. وله زوجه مش ام الواد، لا اللي هو مات وهي على ذمته. سحر دي يبقى سحر دي زوجه، وفي ولدين مش عارف انا سمعت ولدين ولا واد وبنت ولا ايه مش عارف يعني. المهم حتى فالميراث ولو له اب او ام هيدخلوا، لان الابوين لا يسقط ميراثهما ابدا. اللي هي جد الواد او جده الواد مش عمته ولا عمه، دول بيلوفوا على الواد وعايزين ينصروه عشان يهبروه. امال لما بينصروه عشان ايه؟ على مرات ابوه عشان يهبروه، يجوزوه بيت ما ينفعش تتجوز اصلا، اي حاجه بقى عشان يلهفوا. فالمفروض الزوجه دي التم، لان الراجل ده مخلف منها او من غيرها، هي ما خلفتش. لو ماتت جوزها ياخد نص التركه بتاعتها بما فيهم الشبشب والساعه، المواريث كلها. الشبشب ميراث، القميص الجلابيه ميراث، الا اذا اتفقوا ان هم يتصدقوا بيها على المرحوم او المرحومه. لكن الشبشب والساعه من المواريث والقلم. كل شيء تركه الميت لا يستثنى ابدا، مفيش حاجه اسمها تافهه. ولا واحد يقول لما اخد دي من ريحه بابا، جاك ريحه تاخدك. بقيه التركه الاولاد هياخدوها ما دام مفيش لا جد ولا جده، لكن لا عم العيال هيورث ولا عمته هيورث.